ايه المشكله؟ طيب انا هختم معاك بايه اللي لفت نظر ايمن محفوظ في داليا زياده عشان يقول انا هدافع او هتبنى قضيتها في حين ان هي هاجمت اهم قضيه في حياتنا، القضيه الفلسطينيه. باختصار انا بتكلم على بلاغ مقدم من احد زملاء المحامين ضد داليا زياده اللي هي ظهرت على تلفزيون العدو الاسرائيلي وقالت بعض النقاط هجملها لك في اختصار. انا عارف وقتك يعني مش خلاص بيخلص. عايز اقول ان البلاغ انا بدافع عن شكل قانوني، بقول ان الظهور في تلفزيون العدو ما هواش جريمه. انا ظهرت على تلفزيونات معاديه لمصر بس قلت ايه في هذا الكلام؟ صحيح. كون ان هي خدت بعض التصريحات اللي الناس فهمتها غلط. انا عايز اقول لك برضو تصريحات ليا مقتبسه من فكرها، وفكرها ده ما كانش لطعن في القضيه الفلسطينيه قد ما حماس قدمت ليها هذا المبرر. هي حماس لا يمكن اختزال المقاومه الفلسطينيه كلها في حماس اللي هي احد أذرع الخونة المتأسلمين، ولكن المقاومة موجودة. وعايز أقول إن حماس يعني أذاقت الفلسطينيين مرار العذاب قبل ما الإسرائيليين يدمرونا في هذا الأمر. وقالت إن 7 أكتوبر إن هو معلش يعني هختصر 7 أكتوبر كانت عملية متهورة، كانت بدون تنسيق. قالت ان مصر داليا زياده بتقول ان مصر تتسيد حلف عربي لحل القضيه الفلسطينيه، وان كانت قالت ان اسرائيل تدافع عن الارهاب باسم العرب والمسلمين. هي مين اللي قال لها تقول كده غير بعض اعمال حماس؟ لكن مش حماس هي كل المقاومه، حتى لو ذكر العدو ان هي كل المقاومه، لا في فصائل كتيره. وده يخلينا ندعمها هي او احنا بندعم المقاومه لكن ما بندعمش. ما هي لا تمثل المقاومه برضه. حماس لا تمثل المقاومه، ما بندعمش افراد، ما بندعمش اشخاص، ما بندعمش منظمات، ما بندعمش ناس عليها بعض علامات الاستفهام. مش عايزين نتكلم كتير لان انا مش خبير عسكري، بس انا بقول ان المقاومه لا يمكن اختزالها في حماس ابدا. تمام. وحياتنا كمان مش هنقدر نختزلها في السوشيال ميديا. عايزه اجابه عشان انا خلاص بنهي. هتعملوا حمله تنظيف وتطهير للسوشيال ميديا الفتره الجايه؟ عايزه وعد ايه ده؟ احنا اساس التطهير حاجه جديده. ماشي، النشر ده هيكون حسب ظروف النموذج اللي احنا هنهاجمه يعني، وحسب ظروف اهله موافقين ولا لا على سلوكه، لان بعض الاهالي بتشجع بناتها وشبابها للاسف على الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء. فدول ان شاء الله هيبقوا حصر لحضرتك في برنامج ان شاء الله. جولتي معاك انتهت ولكن لينا جولات اخرى. المستشار ايمن محفوظ نورتني في موضوع عائلي. بنورك يا فندم. اعزائي هنروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا.